السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. بقالنا يا بنات كام يوم قلبنا وجعنا على مين؟ على فاطمة اللي هي عندها 16 سنة، بنت بورسعيد اللي توفت في بيت خطيبها. انا النهاردة مش جاية احكي قصة قتل وبس، لا، انا جاية اسأل فين اصولنا؟ فين خوفنا على بناتنا؟ ازاي يا ابو فاطمة انتوا وام فاطمة بنتكم بتبات في بيت خطيبها من غير ما يكون ابوها ولا اخوها موجود؟ هو المفروض اصلا ما تباتش اصلا ولا تروح بيت خطيبها، بس بنفرض للظروف كان لازم ابوها او اخوها يكون معاها، مش امها، لا، لازم الاب او الاخ. احنا اتربينا يا بنات على ان البنت عامله زي الجوهره، ما تخرجش من بيت ابوها لبيت عريسها الا ليله الدخله. لكن دلوقتي تحس ان بقى عادي، بقينا اهل، والوقت خلاص بقى، الوقت سرقنا واحنا قاعدين في القصص وفي الحكايات. ما فيش حاجه لما نبات في بيت العريس. الاصول بتقول ايه؟ الاصول بتقول ان لو الظروف حكمت قوي قوي واضطرت ان احنا نبات في بيت العريس، لازم يجي اخوها يبات معاهم في البيت، لو الظروف ابوها ما سمحتش وكان عنده شغل زي ما سمعنا. بس انا عايزه اسال، ايه اللي يخليكي تقعدي ببنتك لحد ما الوقت يتاخر قوي قوي ويبقى ما فيش مواصلات؟ ليه ما اتصلتيش على ابنك يا ام فاطمه من بدري يجي ياخدكوا؟ ليه قاعده والكلام خدكوا ومرتاحه طبعا وفرحانه ومبسوطه؟ انا مش فاهمه، انا مش قادره استوعب ان ناس تروح تبات في بيت اهل خطيبها. يا جماعه، يا جماعه، كل اب وكل ام تاخد بالها من بناتها، بلاش تدي الامان الجامد ده. شوفوا، ادي قدامكم فاطمه اهي، حصل ايه؟ اتقتلت، بنت 16 سنه اتقتلت يا جماعه، اتقتلت من غير ما تعمل اي حاجه وحشه. واللي قتلها سبحان الله ما كانش على بال حد خالص ان اللي قتلت دي هي يعني كانوا متهمين شهد بنت اخته. وبعدين استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، بقى عندنا سب الاعراض بقت حاجه سهله قوي قوي يا جماعه. يعني شهد دي اتثبت كتير قوي 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 في خالها. البنت بتحب خالها، بتحبه زي والدها او متعلقة بيه، او خالها ده حنين عليها. البنت دي عندها 19 سنة، كانت فاطمة بتغير منها من حبها الزايد لخطيبها، وكانت دايما في بينهم ومن بعض مشدة. فعشان كده اتهموا شهد، ومش اتهموها كده وبس، لا، ده اتهموها ان فاطمة شافت منظر ما يصحش انها تشوفه او يحصل، وخافوا بين شهد وبين خالها، وفاطمة شافته، وعشان كده قتلوها عشان ما تتكلمش. شوفوا وصلت لفين يا جماعة، شوف سب الأعراض، شوفوا الخوض في الأعراض يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بقية الحكاية يا جماعة، فاطمة كانت نايمة في السرير جوه، جت لها مين؟ جت لها شهد تصحيها، اصحي اصحي، تعالي ايه نتمشى سوا. لا، لسه بدري، ده الساعة لسه 8، نمشي ايه، ده الجو بقى جميل، تعالي. قامت لبست وخرجت معاها تتمشى. دلوقتي مامتها صحيت من النوم، فين لقت مين؟ لقت شهد راجعة وبتبكي كده وتعبانة ومش مرتاحة وشكلها غريب كده. فين فاطمة؟ قالت لها ده فاطمة نايمة جوه. خلاص سيبوها شوية. بعد شوية لقت اخو خطيبها الصغير، روح شوف، بصي كده شوف فاطمة صحيت ولا لا. جه قال لها لا، دي فاطمة نايمة. بعد شوية لقيت دعاء اللي هي مين؟ مرات
مرات اخو خطيبها، يعني تعتبر سلفة بنتها، يعني اما تتجوز يعني تعتبر سلفة. راحت دعاء بصت ورجعت قالت لها دي نايمة. الست قالت ايه ده، بنتي هتنام كل ده احنا كده هيجهزوا ايه الفطار. فراحت تصحي بنتها، اللي يشوف السرير فاطمة نايمة في السرير، راحت تكشف الغطا، لقت ايه، لقت بطانية ملفوفة ومفرودة على السرير اكنها فاطمة نايمة، وتحتها الايه، تحت راسها الايه المخدة ومتغطية اكني بني ادمة نايمة. الست اول ما شافت كده زي ما يكون خبطتيها على دماغها، قعدت تصرخ فين بنتي، بنتي راحت فين، قعدت تزعق تنده على خطيب بنتها، بخطيب بنتها كان نايم قايم يجري، راح فين بنتي، فين جري، راح طلع فوق لقى البنت ايه، ميتة في الشقة اللي هم بيوضبوها عشان هو هيتجوز ايه، يتجوز فيها. قعدت بقى مامتها تصرخ وتصوت، وجابوا الايه البوليس، والبوليس ايه خد ايه طبعا لما لقى كده قال لا ده لازم يبقى في تحقيق وكده، ده البنت ايه ميتة مقتولة. فطبعا خدوا الناس كلها ايه تحقق معاها، وخصوصا شهد اللي طلعوا عليها كلام وحش قوي قوي، استغفر الله العظيم. في الآخر النيابة أثبتت أو التحقيقات أثبتت إن شهد بريئة جدا، ملهاش دعوة بالحكاية خالص. بس اللي أنا بستغرب له، هي مش شهد دي اللي جت صحتها من النوم؟ مش شهد دي اللي جت خدتها وقالت لها اصحي نتمشى شوية مع بعض؟ طب هما الاتنين كانوا مع بعض، ايه اللي طلع البنت فوق؟ يعني في حاجات بردك لسه ما ظهرتش، لسه ما قلناش ازاي ده حصل. احنا طبعا عرفنا حكاية ان شهد قعدت تصحيها من مامتها، مامتها قالت ان هي شهد كانت عمالة تصحيها وتقول لها اصحي والكلام ده. طيب دلوقتي التحقيقات اثبتت مين الفاعل، مين اللي قاتل؟ دعاء، اللي هي تعتبر مرات اخو خطيبها، اللي تعتبر في المستقبل هتبقى سلفتها، هي اللي قتلتها ليه بقى؟ بيقولوا قتلتها عشان خاطر بتقول لها الشقة اللي اتوضب دي بتاعت العروسة، فحجمها كبير اكبر من الشقة اللي دعاء قاعدة فيها، فهي بتقول لها اقنعي خطيبك ياخد الشقة الصغيرة واحنا ناخد الشقة الايه الكبيرة. طبعا الكلام ده ما يعجبش حد ولا يعجب فاطمة، اتنقروا مع بعض، راحت زقاها ورمياها في الارض، وبالاشرب بتاعها خنقتها وضربتها وبهدلتها، المهم ايه موتتها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. البنت ماتت، تقوم تنزل عادي خالص خالص، امها بتسألها فين الفاطمة، قالت لها دي نايمة جوه. شوفوا قتلت البنت ونازلة عادي خالص قاعدة معاهم، مفيش اي مشاكل ولا في اي حاجة. البوليس اكتشف ان هي دي هي القتلة، واعترفت ومثلت الجريمة كمان. كل ده انها طمعانة في الشقة الكبيرة. طب والبنت دي مالها؟ ما تروحي تكلمي حماكي، روحي كلمي حماتك، روحي كلمي جوزك، مال البنت الغلبانة دي تقتليها؟ طب اهديك، لا انت قعدت فيها والتانية ماتت دفنت في التراب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الواحد مش عارف يقول ايه يا جماعة، والله الواحد ما عارف يقول ايه على اللي بيحصل في الدنيا. كل اللي انا اقدر اقوله لكم يا جماعة ان حافظوا على بناتكم، حافظوا ما تبقاش. يعني انا افتكر زمان البنت ما كانتش بتروح بيت خطيبها ده نهائي نهائي، حتى في فرش عفشها ما كانتش بتروح، ما كانتش بتروح شقتها غير ليلة الدخلة. دلوقتي بقى عادي، البنت راحة مع خطيبها يركبوا السخان، البنت راحة مع خطيبها مش عارفة يعملوا ايه، البنت راحة ايه ده؟ الدنيا ايه حصل فيها؟ الدنيا ايه جرى فيها؟ يا جماعة خدوا بالكم، ما تأمنوش لحد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، وبنعزي مامة فاطمة وبابا فاطمة رحمة الله عليها، ربنا يرحمها برحمته يا رب.
ويصبر قلوبكم يا رب. يلا يا بنات، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.